السعي لتحقيقه في تلك المباراة ضد المغرب، هل ينبغي عليهم ربما السعي لتحقيق التعادل؟ نحن نواجه أحد أفضل الفرق في العالم، أعتقد أنهم في المركز السابع عالميا. أعتقد أن المغرب سيستحوذ على الكرة أغلب الوقت، لأنه هايتي تفوقت في الاستحواذ على اسكتلندا في المباراة الماضية. يواصل اللاعبون استعداداتهم لمواجهة المغرب يوم الجمعة. حصل اللاعبون على يوم راحة اليوم، معسكر التدريب خلفي أهدأ قليلا من المعتاد، ومع ذلك أتيحت لنا الفرصة للتحدث مع ستيفن نايسميث مساعد ستيف كلارك، وقال إنه ليس قلقا جدا بشأن الأداء أمام هايتي، وأضاف أنه إذا احتاجوا للفوز بطريقة غير مقنعة يوم الجمعة فهو راض عن ذلك. النشان ومجموعة كانت ناجحة للغاية، فأنت تطالب بالمزيد، أنت تطالب بالأداء، أنت تطالب كأفراد هم يطالبون بتسجيل الأهداف والحفاظ على نظافة الشباك وصناعة الأهداف، لذا ذلك المطلب الإضافي سيكون موجودا دائما في الداخل. لكن إذا كنا هنا بعد 3 مباريات ولدينا النقاط الكافية لتصدر المجموعة أو احتلال المركز الثاني أو التأهل من خلالها، فلن يشتكي أحد. حسن، ربما لا يزال مشجعو اسكتلندا يحتفلون بذلك الفوز وهو فوزهم الأول في كأس العالم منذ وقت طويل جدا. دانكن، ما رأيك في الأداء؟ أعتقد أنه كان أداء مبوينا في نهاية المطاف، لقد حصلوا على 3 نقاط، أليس كذلك؟ ماذا أتمنى أوروغواي أو إسبانيا مقابل 3 نقاط في هذه اللحظة، لذلك حصلنا على النقاط الثلاث. يمكن أن نكون أفضل، لكن الأهم كان تحقيق بداية جيدة جدا. كنا نتوقع الفوز بالمباراة، لقد فوجئت بمدى جودة منتخب هايتي، كانوا جيدين جدا من الناحية البدنية. قال توبي ذلك، لقد قال إنهم فريق جيد. أعتقد أن قدمنا أداء جيدا بما يكفي. بالطبع نحتاج تحسين مستوانا في المباراة القادمة، ونحن نواجه أحد أفضل الفرق في العالم، أعتقد أنهم في المركز السابع عالميا. إذا نحتاج إلى تحسين أدائنا. أعتقد أنه سيجري تغييرا أو 2، لكني أرى أننا أبلينا بلاء حسنا. فيما يتعلق برفع مستوى الأداء، ما الذي تعتقد أنه يجب عليهم السعي لتحقيقه في تلك المباراة ضد المغرب؟ هل ينبغي عليهم ربما السعي لتحقيق التعادل؟ لا، أنا لا أعتقد أن الأمر يتعلق فقط بخلق الفرص وتسجيل الأهداف. يعني هذا هو الجزء الصعب. المباراة اللعبة تكمن في تسجيل الأهداف. أعتقد أن نفتقد الكرة معظم فترات المباراة. إذا بيعمل ستيف على التحركات بدون كرة سيتعين عليهم الدفاع بشكل جيد جدا، ربما بتكتل دفاعي منخفض إلى متوسط، لكننا نحتاج أيضا للهجمات المرتدة. يجب أن نضمن وجود هجمات مرتدة وتهديد للمرمى، لذا علينا التأكد من إغلاق راحة الخصم. لا يمكننا الاكتفاء بالانتظار والاعتماد على الكرات الثابتة. أعتقد أن هذا أحد الأسباب التي قد تدفعه لتغيير خط الهجوم لضمان وجود تلك الفعالية في الهجمات المرتدة. من ستغير إذن يا دنكن؟ ذكرت أن هناك تغييرات، هل أنا هناك أحد بعينه؟ أعتقد أني ربما سأخرج بيتش شانكلاند. لا أظن أنه يناسب هذه المباراة، لأننا إذا تراجعنا للدفاع فلن نملك تلك الهجمة المرتدة، لذا ربما سأشرك أحد اللاعبين الأسرع مثل هيرست على سبيل المثال، فهو أكثر حركة منهم. لكن هذه هي رؤيتي للمباراة. أعتقد أن المغرب سيستحوذ على الكرة أغلب الوقت، لأنه هايتي تفوقت في الاستحواذ على اسكتلندا في المباراة الماضية. إذا كانت هايتي قد استحوذت على الكرة أكثر من اسكتلندا، فالمغرب بالتأكيد سيستحوذ عليها أكثر منها، لذا سيتعين علينا الدفاع بشكل جيد جدا بدون كرة، وسنحتاج إلى تهديد هجومي. نحن بحاجة ماسة لتهديد في المقدمة وبعض السرعة في الخلف. أجل، اسمع، لقد ذكرت ذلك. النقاط الثلاث هي كل ما يهم بعد تلك المباراة، والمشجعون بالتأكيد يستمتعون بوقتهم. لقد استقروا جيدا في بوسطن أيضا، وقد رحب بهم الجميع تقريبا. ألقوا نظرة على هذا هو فينواي بارك، حيث يلعب فريق بوسطن ريد سوكس، وقد خصصوا إحدى مبارياتهم لتكون ليلة اسكتلندية، لذا سار جميع المشجعين نحو فينواي بارك وقضوا وقتا رائعا حقا. انظروا إلى هذا. لازم نقول أنا أحب المشجعين الاسكتلنديين حقا يا دنكان، إنهم رائعون. أجل، يعني الأمر ملون للغاية، أليس كذلك؟ من الواضح أننا مجموعة مشجعين. الأمر لا يقتصر على ذلك فقط، نحن الأمر يتعلق بالفوز بالمباريات أيضا، أليس كذلك؟ وهؤلاء المشجعون يريدون رؤية فريقنا يفوز. لقد هزمنا هايتي، لنذهب ونحقق نتيجة جيدة أمام المغرب، وحينها سنحتفل حقا. أمر لا يصدق، أليس كذلك؟ ونحن نتحدث عن بعض أفضل المشجعين في العالم عند ذكر هذه البطولات الكبرى. مشجعو اسكتلندا في الصدارة من حيث الأعداد والأجواء التي يصنعونها. لقد سيطروا على ملعب البيسبول هنا، إنه أمر رائع حقا. وفي الواقع كانت بعض الهتافات والأغاني من المباراة الأولى مذهلة أيضا داخل الملعب. أجل، اسمع، أعتقد أن البطولات تكون دائما أيمن أفضل بوجود منتخباتنا الوطنية، ومن الواضح أن اسكتلندا تضيف الكثير لذلك. إنه لا، أمر رائع حقا، خاصة عندما تضع في اعتبارك مدى تكلفة الوصول إلى كأس العالم هذه. نعم، الله يصدق. كيف فعلوا ذلك؟ يعني لابد أنهم استغلوا سيارات الآخرين أو شيء من هذا القبيل ليصلوا إلى هنا، لكنهم يفعلون ذلك، أليس كذلك؟ إنهم يحضرون، إنهم يحبون أمتهم، وكانوا دائما موجودين في البطولات. بالطبع لقد مر وقت طويل منذ أن شاركوا في كأس العالم، لكن لا،